من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي في العصر الحالي هو فكرة الdigital الزيادة عن اللزوم. معظم الناس دلوقتي بتسجّل في home studios باستخدام مايك كارت صوت مباشرةً على الكمبيوتر من غير أجهزة يعني، من غير tubes من غير compressors ولا equalizers ولا أجهزة ولا كده، هي كارت صوت بس بنعتمد على الdigital to analog conversion اللي بيكون موجود converter اللي بيكون موجود في كارت الصوت وخلاص يعني، اللي هو بيكون طبعًا إمكانياته على قد الاستخدام، ما بيبقاش في saturation كتير، ما بيبقاش في tubes، ما بيبقاش في لمسة الanalog بتاعة الأجهزة. وعشان كده بيكون من الحاجات برضه المهمة اللي بتخلّي شغلك أدفى وأقرب للشغل اللي بنسمعه وهو استخدام الplugins اللي بتعمل saturation، الplugins اللي بتدّيك اللمسة اللي هي بتاعة الأجهزة، تمام. فالplugin بتاع النهارده هو بقى من النوع ده، من الplugins اللي بتضيف اللمسة دي. فتعالَ نشوف الplugin بتاع النهارده مثلًا نحطه هنا كده، نحطه مثلًا هنا main vocal، نقفل main vocal مثلًا نحطه هنا، هو اسمه little radiator، تمام كده. أنا هافتحه كده دلوقتي مبدئيًا عشان أوريكم بس شكله ونتكلم عنه شوية وبعد كده نبقى نشوف ممكن نستخدمه إزاي. الplugin ده شغال النهارده، تقدروا تحمّلوه النهارده وبكرة ببلاش من موقع sound toys، تمام، زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات. هو اسمه little radiator وهو preamp، تمام، هو tube preamp، يعني هو بيدّيك اللمسة بتاعة الtubes اللي هي بتبقى دافية. أول حاجة بقى يعني نوصفها عشان نوصف الeffect بتاعه عشان نقدر نفهمه شوية. الeffect بتاعه إن هو بيدّينا صوت أفتح من غير equalizer، خلاص، حاجة بسيطة مش حاجة كبيرة يعني، بس هو بيفتح الصوت سِنّة بسيطة، تمام. الحاجة التانية بيزوّد شوية في الlow end فبيخلّي الصوت مليان أكتر، beefy أكتر، تمام. يبقى هو بيزوّد حبّة في الhigh end بيخلّي الصوت فاتح سِنّة بسيطة، وبيخلّي الصوت برضه مليان سِنّة بسيطة، يعني بيزوّد حبّة في الhigh وحبّة في الإيه، في الlow، تمام. فده بيخلّي الصوت يبقى شوية شبه الأجهزة، بالإضافة إن هو بيعمل little compression، يعني حبّة compression كده على الصوت. فال3 حاجات دول مع بعض بيدّوني كده إيه، لمسة الأجهزة، تمام. طبعًا هو emulator يعني بيقلد الصوت بتاع الجهاز، تمام. ولو فتحنا طبعًا هنا في الpresets بتاعته هنلاقي الpresets بتاعته طبعًا اللي يهمنا منه في شغل القرآن والأناشيد، مثلًا الحاجة بتاعة الvocal اللي هي ممكن الvocal أو touch of tube، ممكن تجرّب الحاجات دي يعني، تمام. بس طبعًا مش هنستخدم الحاجات اللي هي الإيه، بتاعة المزيكا اللي هي الجيتار والبيز والكلام ده، تمام. آمم هو بسيط جدًا، هو عبارة عن زرارين يعني، ده الheat، دي حرارة التيوب أو الأنبوبة يعني. كل ما بتزوّدها، تمام، بيدّيك الeffect اللي أنا باقول عليه ده أكتر، إن هو بيخلّي الصوت فاتح شوية وbeefy أكتر، و وبيضيف حبّة compression على الصوت، تمام. كل ما بتزوّد الheat، تمام، بيدّيك الeffect بشكل أكبر يعني، تمام. طبعًا أنت بتزوّد حاجة بسيطة يعني مش بتزوّد أوي كده، لأ، هي بتبقى حاجة بسيطة كده مثلًا والّا حاجة وخلاص. وده الmix ده بيعمل إيه، إنّك أنت لو ضِفته على الصوت على طول، يعني تقدر بقى تتحكّم في عايز نسبة قد إيه من الsaturation ده. طبعًا ده ممكن تحطّه على الصوت على طول، وممكن تحطّه عن طريق ال ال الparallel، يعني إنّك تعمل آآ auxiliary track وتحطّه على الauxiliary track وتضيف نسبة على حسب. لو أنت هتحطّه على الصوت على طول فأنت هتضيف نسبة بس. تعالَ نجرّب كده نسمعه يعني. تعالَ نشوف مثلًا الأنشودة اللي إحنا شغالين عليها ونجرّب كده وأسمّعكم كده إيه الدنيا.
ولست أدري أي الخطوب أصاب قلبي أكان كربا قد اعتراه أم كان ذنبا ونال مني أم كان حجبا أم سوء ظني أم دهاني طول التمني ضاع الرجاء فما وجدت سواه ربي قد أغنى عني نفس أماني قد أهلكتها نفس هواها قد نال منها روح ودنيا قد أرهقتها فالأنس والوجد قد غاب عنها طيب دي الأنشودة اللي احنا هنطبق عليها، اسمها يضيق صدري. دي من كلماتي، لحني، توزيعي، ميكس، ماستر، كل حاجة موجودة على اليوتيوب، اسمها أنشودة يضيق صدري على فهمي. تمام. طيب تعال نجرب بقى البلجن على يعني الحاجات اللي ممكن نستخدم فيها البلجن ده. ممكن نستخدمه على الصوت الأساسي. اسمع الصوت الأساسي. سوري معلش. خلينا نقفل شوية الريفربات والكلام ده، وبنحطه فين بقى؟ بنحطه أول حاجة خالص، يعني أول حاجة فوق. تعال نسمع كده من غيره الأول. يضيق صدري، حرف الصاد متاكل شوية. يضيق صدري، نرفع نزود شوية الصوت دي. يضيق صدري يضيق صدري يضيق صدري. ماشي. يضيق صدري ولست أدري. طيب لو حطينا مثلا، خلينا نعلي شوية عشان نسمع. يضيق صدري ولست أدري. طبعا لما نيجي بنحطه أول واحد فوق، أول حاجة. فتعالى بقى نزود مثلا النسبة قوي ونشوف. يضيق صدري ولست أدري. ده الإفكت بتاعه. طبعا نقفل النويز دي، مش عايزينها، بس ده الصوت بتاعه. هو ديستورتر، يعني هو بيعمل ديستورشن كده. تمام. طبعا مش هناخد كل النسبة دي، ناخد نسبة بسيطة خالص يعني. زود الهيت حاجة بسيطة. بعد كده بناخد نسبة بسيطة من الكلام ده، يعني بنعمل زي كده احنا كده كأنك انت قافله يعني. يضيق صدري ولست أدري أي الخطوب أصاب قلبي أكان كربا قد اعتراه أم كان ذنبا. يضيق صدري مع الريفربات مثلا. يضيق صدري ولست أدري أي الخطوب أصاب. يضيق صدري. ماشي، ده كده مثلا بالبلجن لو قفلناه. يضيق صدري ولست أدري أي لما نفتحه. يضيق صدري ولست أدري. فهو بيضيف كده لمسة الانالوج. بس في نقطة بقى هنا، انا صوتي لو جيت فتحته عشان برضو تفهموا النقطة دي. لو انا جيت فتحت صوتي هنا مثلا، بص كده على صوتي.
صدري ولست أدري أي الخطوة. المنطقة دي لو لاحظتها مليانة قوي، مليانة أصلا، تمام. ففي الحالة دي يعني أنا مش محتاج البلاجن ده في صوتي أنا في الخامة دي، فأنا مش محتاجه. ليه؟ لأن هو بص الحتة دي فاضية شوية، تمام. لما نيجي نفتحه بص هيعمل ايه؟ ملا الحتة اللي هي الايه اللي تحت دي، فخلى الصوت مبيز اكتر. فهو الصوت اصلا فيه بيز، تمام. بس ده بينفع فهو تمام. فبستخدمه امتى بقى؟ لما يكون الصوت اصلا عندي يعني المنطقة دي مثلا قليلة، يعني صوت مثلا حاد مفيهوش ترددات كتير في المنطقة دي، فهو بيزود ايه؟ بيخلي الصوت بيفي اكتر. لكن ما دام الصوت هو اصلا بيفي، انا صوتي فيه بيز، تمام، فيه دفى، لان اصلا الميكروفون اللي بسجل بيه تيوب ميكروفون، فهو اصلا هو عامل الافكت ده، فما ينفعش انا باجي احط ده على ده، فهيبوظ الدنيا. فدي ملحوظه. يبقى انا مش بستخدمه خلاص في اي حته، لا بستخدمه لما مثلا المايك بتاعي صوته فاتح قوي وناقص لو اند، فبستخدمه خلاص كده. طيب ممكن استخدمه استخدام تاني. ما دي كده اول حاجه بيتحط في الاول وبناخد منه نسبة بسيطة لو الصوت محتاج يبقى مليان أكتر. لو الصوت مش محتاج، لو أنت بتسجل بمايك عادي مش مايك تيوب، هتلاقي إن أنت محتاج اللمسة دي. خلاص، دي أول حاجة، أول طريقة. الطريقة التانية إن أنا بعمله زي كده، بدوس ال FX channel، خلاص كده، وبحطه على FX channel، تمام. يعني بحطه بطريقة الإيه، كأني عارفين التكنيك بتاع البارل كومبريشن ده، هيبقى بارل ساتوريشن. يعني أنا باخد نسخة تاني من الصوت، تمام، وببدأ ان انا ايه اعملها ساتوريشن جامد واخد منها نسبة. ولست أدري أي الخطوب أصاب قلبي أكان. بس هو ممكن نسميه مثلا هو ال FX 3 ده، هو ده يعني هناخد بقى نسبة منه مش كله يعني. ولست أدري أي الخطوب. طيب نشوف من غيره. ولست أدري بي ولست أدري أي ولست أدري أي الخطوب أصاب. يبقى الطريقة دي أفضل كمان من اللي فاتت، لأن أنت تقدر تتحكم في النسبة أكتر. ضيف بس نسبة بسيطة بدل ما تحطها على الصوت على طول، خلاص. لأنه كمان في نقطة، يعني أنا لما حطيته من شوية فوق فهو أثر، عمل جين زيادة على كل البلاجنز اللي بعد كده، فعمل مشكلة. بس هو كده محطوط إيه بشكل أنضف يعني وبشكل أفضل. يبقى تقدر تحطه بالطريقة دي اللي هي طريقة البارالل، إنه أنت بتعمل نسخة تانية من الصوت وبعد كده بتحط الإيه البلاجن وبتاخد منه نسبة مثلا، فاهم؟ إيه طيب ممكن تستخدمه إيه تاني على أي بقى مجموعة تراكات. يعني مثلا عندنا هنا الكورال مثلا، الجزء بتاع الكورال تعال نسمعه. نفس أماني قد أهلكتها روح ودنيا. تعالى بقى ناخد بقى منه برضو يعني نفس الباص، ماشي، ناخد منه الإفكس 3 ده اللي هو احنا اهو ده، ونشوف مثلا نفس أمان. بس مزودين قوي نفس أمان، مش هناخد طبعا النسبة دي كلها، هناخد نسبة بسيطة. نفس أماني قد تعالى نسمع مع الأنشودة كلها. نفس عني نفس أماني قد تعالى نقفله. قد أغنى عني نفس أماني. نفتح
قد أغنى عني نفس أماني قد أهلكتها نفس هواها قد نال منها روح شفت زود الصوت ازاي، ملا الصوت اكتر. تمام. وتقدر برضو تحطه فوق، يعني تحطه في الانسيرت. تمام، يعني ممكن تحطه بطريقة الايه الاوكسيلاري تراك، دي بتبقى انضف طريقة يعني ان انت تضيفه من غير ما يأثر على الصوت. طيب ممكن احطه بالطريقة دي برضو هنا كده، حطه اول واحد. بس خلي بالك بقى، يعني انا هنا احطه اول واحد هضطر ان انا اظبط كل الحاجات اللي بعده تاني من الاول. تمام، فهو بيتحط الاول زي كده. يعني هتسمع الصوت مثلا من غير افكتات بتاع الكرول. قد أغنى نفس أماني نفس أماني قد نفس أماني قد أهلكتها. طيب تعالى بقى نحط مثلا عليه ليتل رادياتور. نفس أماني، حاول نزود كده. نفس أماني قد نفس أماني قد أهلكتها نفس أماني كده قبل. نفس أماني بعد. نفس أماني قد أهلكتها نفس أماني قد أهلكتها نفس أماني. ما تخلوش يعلي الصوت قوي يعني، حاجة بسيطة 1 2 دي بي زيادة وخلاص. طبعا هي دي النسخة الفري ما فيهاش اوتبوت انك تعمل كومبنسيت. تمام. ممكن طبعا تعمل كومبنسيت انك تحط بلجن فيه جين او جين بلجن يعني بعد البلجن ده، بحيث انك تعمل كومبنسيت. بس النسخة بقى اللي هي بفلوس او اللي هي البرو يعني او كده، بيبقى فيها الاوتبوت تقدر تتحكم كده. بس مش مشكلة، احنا كده كده لا بأس من لو زاد 1 دي بي 2 دي بي ساتوريشن، مش مشكلة يعني. فهو هنا هنلاحظ ان هو ايه، نفس اماني قد اهلكتها. هو كده عمل جلوينج. دي من الوظائف بتاعته ان هو بيعمل جلوينج للاصوات اللي هي الكورال الهارموني، اصوات كتيره مع بعض، فهو بيبدا يعمل لهم جلوينج مع بعض. ف... فهو مفيد يعني، تقدر تستخدمه. هو بري امب يعني، هو ساتوريشن بلجن، تقدر تستخدمه على التراك الفوكال، تقدر تستخدمه على الكورال، تقدر تستخدمه على الماستر لو عايز. ولكن لا يفضل يعني الماستر قوي انك تحط فيه البلجن ده مش بتاع ماستر يعني، او بتاع ممكن تحطه في تراكات فردية او ممكن على الباصات يعني. لكن لو عايز تحطه على الماستر تاخد لمسة منه مثلا، هو فكرته ان هو تيوب، هو ساتوريتور، تيوب ساتوريتور، فمش حطه بقى في اي حتة. بنفس الطريقة تقدر تحطه على الماستر لو عايز تاخد لمسة انالوج، ما عندكش اي تاب ماشين ولا حاجة، ممكن تحطه برضو زي ما حطينا على الكورال. تمام. او تحطه بطريقة الايه الباراليل. احنا كده فهمنا ازاي نستخدمه، سمعنا صوته عامل ازاي. تمام. طبعا التحميل بتاعه هتخش على نفس الصفحة اللي هي بتاعت ساوند تويز، اللي هي بتاعت 12 بلجن دي. هتحط الايميل بتاعك. طبعا لو انت سجلت المرة اللي فاتت خلاص يعني، هتدوس على جيت بلجن. شوف كده، لو مثلا فتحنا كده وكتبت مثلا ايه 12 اللي هو الصفحة دي ساوند تويز، خلاص هتلاقي الصفحة دي. فانت هتدوس هنا ايه، لو انت سجلت امبارح او المرة اللي فاتت هتدوس get today free plugin. لو ما سجلتش هتحط الايميل بتاعك ماشي، ودوس subscribe خلاص كده عشان تشترك. وبعد كده هتقول له ايه، انا عايز الايه البلجن بتاع النهارده. طبعا احنا هنا في 12 هتحط اسمك. هو بيقولك البلجن بتاع النهارده اللي هو little radiator. هتحط اسمك، البلد، الايميل، تدوس I understand، تدوس get it. خلاص يبقى انت كده ايه، هيبعتهولك على الايميل. هتفتح الايميل هتلاقيه زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. هتقدر تحمله عادي. وهو هيبقى فري بلجن فوريفر. مش في ناس تيجي تقول لك 30 يوم بس، لا مش 30 يوم. ده لو حملته النهارده او بكره هتحمله
على طول هيبقى بتاعك يعني، أو يديك serial number لجهاز واحد يبقى معاك على طول يعني. بس ده كان درس النهارده، إن شاء الله استنوا في plugin مهم جدًا. إحنا نخلّص الplugins دي بتاعة اللي هم ال6 plugins دول، تقريبًا في واحد أنا مش عارف يعني، أنا لحقت من تاني واحد، ده التالت تقريبًا، أعتقد في 3 تاني. هنخلّص الplugins دي يعني الحاجات الحلوة اللي فيهم هاعمل لكم عنها فيديو، وفي plugin الأسبوع الجاي إن شاء الله على يوم الأربع أو الخميس، في plugin مهم جدًا mastering plugin في قمة الأهمية، ممتاز جدًا وfree، هاعمل لكم عنه فيديو ومفاجأة يعني، استنوا يوم الأربع أو الخميس إن شاء الله. بس إحنا شغالين مع مع السلسلة دي إن شاء الله، لو في تفاعل الناس مبسوطة بالسلسلة دي نكمّل فيها. وشكرًا ليكم، ونتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.